ومن الركن الأحمر الستايل كاراتيه زائد موتاي، الطول 174، العمر 28، من لبنان محمد غربي. طبعا هذا اللقاء اعزائي المشاهدين طبعا نصل الى ختام واللقاء الاخير في بطولة ديزرت فورس على MBC اكشن ومجموعة MBC في اللقاء الختامي ما بين منير لزاز 77 كيلوغرام طول 187 سنتي تخصص MMA من تونس، ومحمد غربي في الركن الاحمر وزن 77 174 سنتي تخصص كوشينكاي اند موي تاي من لبنان. طبعا محمد غربي كان المفروض يلعب على المباراة في ديزرت فورس جدة، لكن معسكره في تايلاند رجعوا بانفكشن، التهاب في رجله، سوى فيه عملية وعطلوا عن المباراة، لكن الآن يبدو صحيح الاثنين والله توقفوا عن اللعب فترة طويلة. فهذا راح يكون يعني لقاء قوي ما بين الاثنين، يعني رجوع لزاز إلى المباراة المنتظرة بين نعم قفص ديزرت فورس راح يكون والكل كان مترقب هذا اللقاء ما بين بطلين واللاعبين. مباراتهم رائعة صحيح. من يا ترى راح يحمل الدرع وزن 77 كيلوغرام؟ اوه ضربات قوية، ركلة قوية من غربي. الاثنين متخصصين اكثر في الستاندر. طبعا منير لزاز يمثل تيم نوغيرا دبي، وغربي يمثل تيم شوغن صحيح في لبنان. اوه من متابعتي لمنير لزاز طبعا استعداده كان قوي لهذا اللقاء بحكم انه توقف فترة طويلة عن المشاركة، اصيب في قبل احدى الجولات طبعا جولة ابو ظبي. الاثنين ابطال اقوياء صراحة، وكل انا من اشد الناس اللي منتظر مباراتهم ضد بعض. كلهم لهم ناك اوت كثير، كلهم عملوا ناك اوت لاعداد كبيرة. اوه حركات كرتين، حركة من ويردها منير لزاز نفس الفكرة، وتوزيع ابتسامات ما بين الاثنين في الجولة الأولى اللي مر عليها تقريبا دقيقتين. مباراة حماسية. توجيه لكمة من لزاز لوجه غربي. طبعا الاثنين من افضل المقاتلين العرب على ستاندرد قتالية مختلطة. حركة جميلة جدا من لزاز يسقط فيها غربي على الارض. لزاز يوجه ركلة قوية الى غربي. اوه دفاع جيد من غربي. طول يد لزاز طبعا يساعده في انه يوصل للوجه. قوية. سيطرة جانبية من منير لزاز قوية. منير يبدو هادئ، بيفكر كويس قبل ما يتصرف. راح تكون جديدة علينا إذا منير راح لحركة استسلام. متعودين أن نشوف فيها نوك أوت. أنا أتوقع منير حيضرب في الأرض أكثر من يحاول يسوي حركة استسلام إذا اعتلى صدر اللاعب في حركة الفول ماونت. لكن شوف غربي يحاول أنه يحد من فعالية حتى يوقفهم الحكم ثاني. منير يستمع إلى توجيهات الحكام أو توجيهات المدرب. نعم سيطرة على اليد، محاولة ضرب حلوة من منير. نورث ساوث. انتقال جيد من منير لزاز قبل ما يخسر الوضعية. حركة الشمال الجنوب هذه يعني من الحركات اللي مش مؤذية لكن هي مزعجة. يعني أنا منها صعب كثيرين ما يحبونها لأن تعرف يعني، لكن قوية من غربي
ويوقف على رجله. وقف على رجله. اوه ركله قويه للجهه اليمنى من منير. هو الانفجاريه لغربي ما زالت تساعده في مواقف كثيره. لكمات قويه بين اللاعبين. غربي غربي مسيطر في قويه 29 ثانيه متبقيه. غربي مسيطر بشكل قوي في المباراه، ولزاز بيحاول انه يقاوم. اكيد. مباراه ونزال رائع في جولته الاولى. حلوه من منير. 10 ثواني. محاولة تهدئة الوضع في الثواني الأخيرة من اللاعبين. انتهت الجولة. أخلاق رياضية حلوة من اللاعبين. نزال جميل ورائع. جولة في جولته الأولى. جولة أكثر من رائعة. في رأيي على الواقف كانت سيطرة في النهاية. شوف الإعادة. هذه سبب السقوط. شوف لكن رد عليها بدفاع جيد منير وسيطر على محمد. ضرب عدة ضربات منير في الأرض كمان. دفاع قوي من منير في حركات. غربي أنهى الجولة بشكل رائع. تفوق منير في حركة الإسقاط وسيطرته على غربي. لكن غربي أنهى الجولة بشكل رائع. صحيح. أنهى بسيطرة وبعدة لكمات متواصلة. طبعا ضربة من غربي من البلدوزر ممكن تنهي المباراة. الجولة الثانية راح تكون نارية. أتمنى. أنا صراحة متحمس بشكل مو طبيعي يعني. ما نفسي أوقف. حكم اللقاء طبعا في هذا النزال الأخير هو فابيانو سيلفا من البرازيل. أحد مدربي رياضة الجوجيتسو في نادي أرينا في جدة. هو ممثل أمريكان توب تيم. نعم صاحب خبرة كبيرة في الفنون القتالية المختلطة سواء كان الجوجيتسو أو MMA. له عدة مباريات فوز ريكورد في 20 ثانية أو شيء كذا. صحيح. تبدأ الجولة الثانية. هجوم جولة حماسية من البداية من منير يبادلها بهجوم ثاني. مستويات رائعة صراحة على الواقف في الأرض. ركلة من محمد. علوية من قوية. ضربات مثالية من اللاعبين. كل واحد فيهم يقول الثاني أنا أحسن على الواقف. من محمد من منير. ابتسامات رائعة بين اللاعبين. يضحكوا البعض يكلموا بعض يقول له أنا أحسن منك أنت أحسن منك. ما بتعورني هذه أنا أفضل. يمين شمال من الاثنين يعني مباراة حماسية قوية. وفي سرعات في الضرب مخيفة. صحيح. طبعا غربي يمثل فريق شوغان في لبنان ومنير لزاز طبعا طبعا يمثل فريق نيوغيرا تيم. هذه حلوة. اسقاط من غربي لمنير لزاز. محاولة باس لغربي. باس قوي. مسك الراس. جلتين نهوض من منير. جلتين قوية. جلتين قوية لكن يطلع طلع منها. نعم للسايد كنترول. طبعا غير مؤثرة لما تكون من السايد كنترول. مؤذية لكن مش مؤثرة كثير. يحتاج يدخل ركبته في البطن عشان تكون مؤثرة. صحيح. أما غير كذا ما حتكون مؤثرة. ترانزيشن جيد من منير يدل على تحسنه في الجوجيتسو. وضعية جانبية سيطرة من منير لزاز. الآن غربي يحتاج انه يا اما يعمل ريكفر للفول جارد. نظرة منير او لمدربينه تبين انه هو يعني عارف شو راح يعمل. كأنه يعني بيلعب بلاي ستيشن. الكوتش بيلعب بلاي ستيشن في المباراة.
بس الهدوء مهم في المباريات اللي مثل هذه. يطلب الحكم طبعا وقوفهم طبعا لعدم فعاليه في الارض. اوه فرونت كيك رائع. يحذر من الاثنين الان. اوه طبعا الفرونت كيك اللي شفناها طبعا اشتهر فيها اللاعب اندرسون سيلفا أيوة اللي طبعا احد اعضاء فريق نيوغيرا تيم واللي حضر لدبي وشاف الثقه طبعا فيه وفي اللعيبه. حلوه من منير، قويه من منير، هجوم قاسي من منير لزاز وحاول والان رد من اخذ ورد. مباراة نارية نارية يا محمد، نارية. ايش هذا؟ مباراة رائعة، ما فيها هدوء، ما واحد ما يعرف يقعد على بعضه. في اي لحظة ممكن يحصل ناك اوت. هذه نزالات هذه نزالات الدروع. الدروع نعم. هنا تقبل بالديسيجن بكل اريحية. هجوم قوي من كلا الاثنين واستعدادات رائعة من الاثنين. مهارات عالية جدا. حدت شوي، حسدناهم شكلنا. هو من يحمل الموضوع لازم يهدوا شوي عشان لا يتعور اللاعب نفسه، لانه ممكن مع كثرة الحماس سبب تطلع حركات خاطئة من اللاعب. صحيح. تفصلنا دقيقة عن نهاية الجولة الثانية. من منير. هجوم من منير ورد من وربي، ضربات على الجسم يردها وربي. منير. لكمة في وجه وربي. سقط. قوية من منير لزاز على وجه وربي. قوية من منير. لو كمل ممكن ينهي المباراة. انتهت المباراة بفوز منير لزاز. ألف مبروك لمنير لزاز. مباراة قوية ورائعة. قوية ينهيها في الجولة الثانية بحركة نوك اوت بإيقاف الحكم. ألف مبروك لمنير لزاز. مباراة رائعة من الاثنين، ممتعة. يحصل طبعا منير لزاز على درع وزن 77 كيلو جرام. يسجد منير لزاز، شكرا لله. شوف